يعني بدل ما نتعلم نكون تابعين، نكون متابعين لكل جديد، نتعلم، نطور، نفهم، مش بس نكون حافظين، نكون فاهمين الكلمة اللي بتنزرع في كتاب اللغة العربية أو في التعليم للأطفال هي اللي هتستمر حتى يكبر الطالب هذا. لازم يفهم أن الصهيوني محتل والفلسطيني صاحب الأرض، المقاومة المسلحة والجهاد هم الأبطال، وأن اسمها يافا مش تل أبيب. ونعلمهم أن الذي يصنع سلاحه هو الذي بيفرض السلام الخاص به، ونفهمه ان التطبيع اسمه خيانه واستسلام، ما هوش عمليه سلام. ونعلمه مقاطعه البضائع والمنتجات التي بتدعمها الصهيونيه. ولازم يا جماعه نتعلم نكون قاده، ولا بد ما يكون عندنا مناهج تنبع من ثقافتنا وهويتنا. لازم نتعلم لنصنع، لننتج، لنبدع، لنكتفي ذاتيا ونتطور حضاريا. نتعلم نعمر الارض بالخير والصلاح، ونحارب الفساد والظلم بقوه واقتداء، مش من مطابخ الاحتلال. نستمر في المواجهه والوعي، ونقوم بخطوات عملية: دعم المدارس والمقاومة في فلسطين، تعزيز الوعي بخطر التطبيع في التعليم، مقاطعة المنصات التعليمية المطبعة، وندعم المبادرات التعليمية الحرة على السوشيال ميديا بدل ما بندعم في التيك توك أسد وبيض ولغاجة. بدل ما نشتري كورسات من شركات مطبعة، نفتح قناة ونتعلم من بعض. أنت القائد وأنت الأستاذ.